إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. نحن في أشهر الحج وفي موسم عظيم من مواسم الخير. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية الكريمة. يقع في هذه الأشهر ذو الحجة، وفيه 10 هي خير من طلعت عليه الشمس. صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. إن هذا حقيقة لفضل كبير وفرصة عظيمة يعني تعرض للأمة الإسلامية وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتقديم العمل البسيط ومقابله الأجر العظيم. وإن زدنا على ما زاد أهل العلم في دواوين السنة، قال عليه الصلاة والسلام ليحدد لنا العمل الصالح في هذه، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. واختار عليه الصلاة والسلام ما هو أقل جهد يقدمه الإنسان وأسهل شيء، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة سنخصصها حول الحديث في هذا المعنى، تذكيرا لشعبنا الإريتري المسلم أين كان خاصة، وجميع المسلمين عامة. هذا وسوف نعرض مجموعة من الأسئلة على شيخنا وحبيبنا دكتور حسن سلمان فيما يتعلق 10 من ذي الحجة. هل هذه العبادة معروفة في إريتريا؟ وكيف كان يتعامل فيها المسلمون؟ وكيف كانوا يحرصون عليها أو من عدم حرصهم؟ وإذا كان الجواب لا، لم تكن تعرف، فما سبب ذلك؟ علما أن 10 من ذي الحجة تعتبر من أفضل الأعمال، وقد تكلم عن أهل العلم في كتبهم وسطروا وتحدثوا بشيء كبير. من أفضل هذه الأعمال التي تقدم في هذه 10 الحج. الحج هو أكبر نعمة وأكبر عمل يقدم، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لا أريد أن أستأثر بالحديث عن شيخي دكتور حسن سلمان، وإنما هي هذه مقدمة لهذه 10 التي تقع لعام 1446. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا وسهلا. يا مرحبا، حياكم الله. كيف أموركم؟ مدخل عام شيخنا عن 10 من ذي الحجة، ثم سندخل بإذن الله في محاور مهمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع 10 في السياق الكلي عموما هو تأتي في فضائل الزمان أو فضائل الأزمان والأوقات، وهي مما اصطفى الله تبارك وتعالى من خلقه، سواء كان زمانا أو مكانا أو إنسانا. ففي عوالم الإنسان اصطفى الله تبارك وتعالى ملائكته، واصطفى كذلك رسله، واصطفى أولياءه، واصطفى شهداءه، وهكذا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي عوالم الأمكنة اصطفى الله تبارك وتعالى أماكن بعينها
كما هي مكة والمدينة وبيت القدس وبيت المقدس الأقصى. فجعل الله تبارك وتعالى الصلاة فيها متفاوتة أو أكثر بكثير من الصلاة في بقية الأماكن، مع أن الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام. وفي عوالم الأزمنة ستلاحظ أن الأفضال كثيرة جدا، الأفضال كثيرة، منها مثلا على مستوى الأشهر الحرم التي تلوت الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. وفي هذه الحرم أيام، أيضا في هذه الحرم نفسها هنالك أيام. وأيضا هنالك في موضوع الأزمان شهر رمضان كزمان أيضا للصيام. لكن خلينا الآن نحن في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام العشر التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أنواع العبادات. فهي من الأشهر الحرم باعتبار أنها تقع في شهر ذي الحجة، وفي نفس الوقت هي من الأيام المعلومات التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فجعلها الله تبارك وتعالى من الأيام المقسم بها، فالله عز وجل جعلها مكانا لإقامة فريضة من فرائضه وركن من أركان هذا الدين. ويقع في هذه الأيام سبحان الله جملة من الأيام الفاضلة. لذلك عندما نتكلم حقيقة عن موضوع فضل هذه الأيام ستكون أنت أمام فضل يوم عرفة، هذا اليوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تبارك وتعالى هذا اليوم تحديدا يوم التاسع هو جوهر الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي نفس هذه الأيام يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر. يا سلام. وفي نفس هذه الأيام عندك يوم التروية اللي هو يوم الثامن. إذن عندنا يوم الثامن وعندنا يوم التاسع وعندنا يوم العاشر، هذه كلها تقع في هذه الأيام. صحيح. ولذلك سبحان الله يقول بعض العلماء: لماذا هذا التفضيل بهذا الحجم؟ نعم. قالوا: لأن هذه الأيام جمعت فيها كل أركان الإسلام. الله. فهي فيها الصلاة. نعم. وفيها الصيام. نعم. صيام يوم عرفة. وفيها كذلك مناسك الحج. صحيح. وفيها يمكن أن تكون الصدقات. نعم. وهكذا. فإذا الله تبارك وتعالى جعل هذه الأيام أيام فاضلة وفيها كل هذه القضايا المذكورة. حقيقة هنالك قضية تستوقفنا كثيرا، وهي كيف إن والله يا أخي يجعل الله تبارك هذه المسألة خير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير حتى من الجهاد في سبيل الله. قالوا: لأن جملة العبادات المقصود منها شيء واحد، كل ما يتعلق بالشأن التعبدي هو أن يكون الله حاضرا في القلب مذكورا غير منسي. فذكر الله هو غاية، ذكر الله غاية، بينما سبحان الله نتوصل إلى هذه الغاية بجملة من الوسائل، لكن الجوهر هو أن نذكر الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد في هذه المسألة تحديدا في الأيام العشر المقصود الأصلي. فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل. نأتي إلى مسألة أنه هذه العشر غالبا العلماء أيضا يقارنونها مع العشر من ذي الحجة، هي العشر من رمضان. نعم. هي بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن نحن أمام شعيرتين: شعيرة الصيام فيها عشر، وشعيرة الحج أيضا فيها إيه؟ فيها عشر. شعيرة الصيام مع أن سبحان الله في ذكرت كليالي، الليالي الأخيرة الليالي العشر من رمضان، وهنا ذكرت بالأيام. فإذا وده يمكن من لفتات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول بأن الأفضلية في العشر من ذي الحجة للأيام أي نهارا، والأفضلية في رمضان لليالي، فتكون تلك أفضل من حيث الليالي وهذه أفضل من حيث إيه؟ ولكن يبدو لي أن هذا أيضا فيه نظر. نعم. وجهة نظري، لأن الليالي تتبع الأيام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر يندرج تحتها الليالي والأيام. نعم. تندرج تحتها والله أعلم الليالي والأيام، لكن هو اجتهاد الشيخ الإسلام وعلى كل أراد أن يجمع بين الأمرين، لكن كما تفضلت
السياق يعني أنا أتوقع أحيانا حتى العشر هذه أفضل حتى من ليلة القدر، والله أعلم يعني. بالنص الأول الذي تكلمنا فيه صحيح. أي نعم، بما ذكرت أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله. نعم. ثم أيضا سبحان الله يعني تلك حددت ب1000 شهر وهذه لم تحدد. يعني هذه أيضا قضية مسكوت عنها. أي نعم. كأنما بغير حساب يعني تدخل في هذا الفضل العظيم لله تبارك وتعالى. على كل نحن أمام أيام. هذه لفتة، جزاك الله خير، هذه لفتة مهمة، لأن الأجر إذا حدد، الأجر إذا حدد خلاص لكن هذه مفتوحة. والله يؤتي فضله من يشاء. نعم. فيمكن أن يكون في هذه الأيام من يتجاوز حتى 1000 شهر. نعم سبحان الله. بذكره لله، باستحضاره، بكذا قد يتجاوز. فعلى كل المقصود هو أن هذه الأيام فضيلة الشيخ هي أيام مذكورة، وأيام يجب الإنسان أن يحرص عليها وأن يلتفت إليها، وأن لا ننساها في زحمة الأشغال الكثيرة، وأن لا ننساها في زحمة الاستعدادات كذلك للأعياد وغير ذلك. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم يا شيخ حسن على هذا العرض الجميل. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. بما أن هذه الأيام تقع في أوقات الدوام للناس والانشغالات وما إلى ذلك، بماذا تنصحون الناس أن يجتهدوا من العمل الصالح في هذه الأيام؟ بعض الناس يحرص على الصيام، والصيام بلا شك أنه عبادة عظيمة. نعم. ولكن قد يشق خاصة في فترة الصيف على كثير من الموظفين والموظفات، وكذلك على العمالة ربما. فهل ثمة هناك توجيه كريم من قبلكم للحرص على أي الأعمال، أي نوع من العمل هو الذي مقبول عند الله؟ أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أشار إلى المعنى الأكبر كمقصود. يعني مثلا من وفق في ذكر الله تبارك وتعالى بوفق ما ذكر في الحديث فقد فاز بهذه الأيام، يعني وهي ميسورة للكل. أنت جالس، أنت قائم، أنت متحرك، أنت مضطجع، أنت على كل مسألة أن طيب صيغة الذكر. نعم. ما هي صيغة الذكر؟ مثلا أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أن يستغفر الله تبارك وتعالى. جميل. أن يكبر الله تبارك وتعالى. جميل. أن يهلل الله تبارك وتعالى. جميل. يعني مثلا يوم عرفة على وجه التحديد الذكر بتاعت التهليل أفضل من بقية الذكر مثلا. لاحظت؟ لكن كل ما أكثرت أنت في هذه الأيام مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المهم كل ما يتعلق بذكر القلب واللسان هذا رقم واحد. جميل. ثم يدخل بعد ذلك موضوع الصيام كما تفضلت، وموضوع الصيام على كل ذكر كذلك وتكلم فيها العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمهات المؤمنين تكلمنا عنه ما رأينه، ولكن رد على هذا الموضوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلازم عدم العلم بصيامه أنه لم يكن يصوم. فموضوع الصيام أيضا في هذه الأيام على وجه التحديد لمن استطاع أيضا الإكثار من الصلاة أيضا في هذه الأيام، لأنها تدخل معنا في إيه؟ تدخل معنا في الذكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة مما يدخل في الذكر أيضا. لكن بالنسبة للصيام نرى الناس يعني حقيقة يعني يتنادون صيام هذه العشر أو 9 من ذي الحجة، رغم أن النصوص الواردة في ذلك ليست كثيرة، بل هناك خلاف. نعم. هل صام النبي عليه الصلاة والسلام هذه العشر؟ ألا يضعف هذا الأمر، أو خلينا نقول أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سهل العبادة في هذه العشر ولا يلزم منه الصيام. نعم. فإن تيسر للإنسان أن يصوم فهو خير بلا شك. ولذلك نحن قلنا أن تركز على الذكر وتنشغل به أهم من غيره. يعني مثلا حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم لعل ابن مسعود كان يكثر من تلاوة القرآن ويقلل من الصيام، ويقول لأن الصيام يضعفه عن القراءة. نعم. فأحيانا إذا كان حتى الصيام يضعفك عن الذكر هذه قضية أخرى. فعلى كل من كان قادرا ولا يضعفه الصيام أو يستطيع أن يجمع بين الذكر وبين الصيام، فذلك على كل أيضا من الأشياء التي يمكن أن تكون إن شاء الله يأتي بها الإنسان. أيضا من الأعمال حقيقة التي تحتاج بعض الناس سبحان الله لا يلتفت إليها، وهو الحرص على صلاة الجماعة في وقتها وفي
جماعة نعم أحسنتم. في المساجد، هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها. جميل. أيضا من القضايا التي لا بد من أن نلتفت إليها في هذه الأيام الالتفات إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام، وخصوصا سبحان الله في المجتمعات التي تعاني من أزمات وتعاني من، فبلا شك من يتصدق في هذه الأيام أو يخرج شيء من زكاته في ولو يقدمها، فهذه أيضا فرصة على كل، لأن العمل وفقا لقاعدة أن العمل فيها خير إيه؟ نعم. أيضا من الأشياء التي لا بد من الالتفات إليها مسألة صلة الأرحام والتنبه لذلك، خصوصا من كان قاطعا لرحمه والعياذ بالله. يعني أنت أحيانا بعض الناس تجده ما شاء الله عابد ذاكر كذا، لكن عنده مشكلة في قطيعة الأرحام، ونحن ندرك بأن موضوع صلة الأرحام أحيانا قد يندرج مباشرة في يكون قرين للإفساد في الأرض. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فانظر كيف ربط الله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء التي لا بد من الالتفات إليها قبل أداء الواجبات، لا بد أن ننتبه إلى أن ترك المحرمات أولى. فأنت وأنت تريد أن تقوم بالأعمال الصالحة، فإن ترك المحرمات من فواحش، من النظر المحرم، من غير ذلك، لا بد أن تكون سابقة، لأنه كما قيل بأن التخلية قبل شنو؟ قبل التحليل. نعم. فمن كان مبتلى والعياذ بالله بالذنوب والمعاصي والكبائر وكذا، فإن التوبة في هذه الأيام أوجب من غيرها، لأن الإنسان كما قلنا التخلية قبل التحلية، فالواجبات والأمور التي نتكلم عنها ستكون جميلة جدا بعد أن يتطهر الإنسان من ذنوبه ومن معاصيه. فعلى كل هذه القضايا وغيرها مما يمكن أن يقوم به الإنسان إن شاء الله تكون دائرة العمل فيه واسعة إن شاء الله. الأضحية نعم، ماذا تقول فيها؟ الأضحية كذلك تدخل معنا بالذات، لأنه ستكون من أعمال اليوم العاشر. نعم. سبحان الله، هذه أيضا من أعظم الأيام، ولا بد الإنسان أن يلتفت إليها. فمن كان قادرا على كل أن يؤدي هذه الأضحية، فهي من شعائر هذه الأيام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان عليه أن يعظم هذه الشعيرة وأن يقوم بها، ولو استطاع أيضا أن ينفذها في مناطق الحاجة إليها تكون ماسة، فهذا أيضا إن شاء الله يكون قد جمع بين الخيرين. الناس تحرص حقيقة كثيرا على الأضحية، فلو أعطيتنا نبذة عن فقهها نكون لك من الشاكرين. نعم، على كل بالنسبة لموضوع الأضحية، أولا هي على 3 أقوال، أو من حيث إن هي واجبة أو هي سنة مؤكدة، لكن خلينا نقول هي شعيرة من الشعائر. أنتم المالكية ماذا تقولون؟ نحن سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. نعم، هي سنة مؤكدة. فهي من السنن المؤكدة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى عليه الصلاة والسلام عن أمته ممن كان عاجزا أو لم يكن قادرا، فيمكن إن شاء الله يعتمد على أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على إمام المسلمين الذي يمكن أو على ولاة الأمر الذين يمكن أن يكونوا أهلا لذلك. فهذه كلها إن شاء الله. لكن خلينا نقول بالنسبة للأضحية، أولا يجب أن ينظر إليها بأنها شعيرة، ويجب أن ينظر إليها بأن الأجر فيها أيضا عظيم، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن في هذا اليوم من أعظم ما يتقرب إلى الله به إهراق الدم. هذا الدم الذي يخرج من الأضحية أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قل إن لا ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك على كل، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلا بد الإنسان أن يدرك بأنه عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية فإنما يتقرب بأمر عظيم. النقطة الثانية، قد يكون لك بكل شعرة منها أيضا حسنة من الحسنات. فعلى كل لا بد أن الإنسان أن يقبل على هذه الأضحية وهو يشعر بالطاعة ويشعر بالمحبة لسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشعر إزاءها بأنه والله يتكلف أو أن المسألة فيها بالنسبة له عبء أو كذا. هذه كلها لا بد من الالتفات إليها. فيما يتعلق بموضوع لا بد في الأضحية أن يتجنب الإنسان مجموعة أشياء في الأضحية، فألا تكون مثل هذه الأضحية فيها عيب واضح، كأن تكون عوراء أو تكون عرجاء أو تكون مثلا نحيفة جدا بحيث والله ليس في يعني لا تصلح أن يتقرب به الله سبحانه وتعالى. فعلى كل ينظر إلى الأضحية بحيث أن تكون كاملة، ليس مقطوعة وليست عوراء وليست عرجاء، وفي نفس الوقت أيضا لا بد أن تكون تجاوزت على الأقل 6 أشهر، ومنهم من قال سنة إذا كانت من الضأن، وهو طبعا
قد يكون كبشا وقد يكون من بهيمة الأنعام المختلفة، الماعز أو البقر أو الغنم. الضأن طبعا هو للشخص الواحد، ولكن إذا كان بقرا أو كان إبلا فإنه يشترك في الواحدة 7 أشخاص. أيضا لا بد من مراعاة أن الإنسان يراعي توقيت الذبح بحيث يكون في الأيام المعدودات من بعد صلاة عيد الأضحى إلى اليوم الرابع. هذه الأيام هي التي لا بد أن يذبح فيها الإنسان أضحيته. أيضا من الآداب التي تراعى في موضوع الأضحية أن الإنسان من الهدي النبوي أنه يقسم، يتصدق ببعضها ويأكل بعضها، ويمكن أن يحتفظ أيضا يدخر بعضها. كل هذا إن شاء الله مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة لم تكن مشهورة في إريتريا حسب يعني علمنا القاصر. برأيك ما هو سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ اللي هي أن عبادة العشر من ذي الحجة والاهتمام بها خاصة في المرتفعات لم تكن مشهورة، ما سبب ذلك؟ والله هي شوف، كثير من القضايا اللي لها علاقة بمسألة التدقيق في السنة والهدي النبوي تلاحظ أن الاهتمام بها جاء في فترات ربما ما نسميه نحن بانتشار الصحوة الإسلامية والاهتمام بالسنن والبحث فيها وكذا، لكن أحيانا من الصعوبة أيضا أن نقول كانت منتفية انتفاء كليا. قد تكون محصورة في بعض العناصر العلمية اللي لكن ما كان ناشرينها لدرجة أنه والله يمكن أن تكون ثقافة عامة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع حالة الدعوة وانتشار العلم وسماع الناس، ولم تعد اليوم الشعوب حقيقة تلتفت فقط إلى من يصلي بها داخل المسجد، ولكنها تستمع اليوم ما شاء الله. الواحد وهو في داخل إريتريا يستمع إلى ما يجري من مناقشات في كل البلدان الإسلامية، والقنوات مفتوحة على الناس والإذاعات مفتوحة على الناس. أتصور على كل الثقافة الآن اختلفت بنسبة كبيرة جدا، لكن في السابق كان ضعف الثقافة الإسلامية في عمومها، ضعف المعرفة بالهدي النبوي، وعدم الاهتمام بنشر السنة الصحيحة، كل ذلك كان سببا على كل في ضعف الاهتمام بمسألة العشر الأول من ذي الحجة. جميل. طيب في مثل هذه الأيام الشيخ حسن، ما هي نصيحتكم لشعبنا الإريتري في الداخل والخارج؟ أولا مثل هذه الحلقات المقصود منها هو كيف نعمل على إحياء هذه الأيام والتذكير بها، وأن نعتبرها من الأيام التي لا بد الإنسان، يعني أيام الإنسان فضيلة الشيخ محدودة جدا، لا يدري الإنسان كم يعيش. صحيح. مش كده؟ وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لها يعني 60 إلى 70 يعني. فالله تبارك وتعالى بمثل هذه الأعمال يدخلنا سبحان الله في مواسم الخيرات، في مواسم الخيرات. فإذا اقتبلها الإنسان وانتبه إليها والتفت إليها ورأى بأن والله هذه أيام يجب أن تكسب فيها 10 أيام، كما أننا حرصنا في شهر رمضان أن نكسب 30 يوما صياما وتلاوة وقياما وكذا، يجب هذه الأيام أيضا أن نكسبها بنفس الطريقة. ولن تستطيع أن تكسب هذه الأيام إذا لم تلتفت إلى أهميتها. ونحن نلاحظ أن هذه أفضل أيام الدنيا، خليها أول حاجة تنتشر كثقافة أنه هذه الأيام العشر هي من أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعدل أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله كما ورد في الحديث، إلا من يعني خرج بماله ونفسه ولم يعد منهما بشيء، وهذه طبعا أفضل حتى مراتب الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان سبحان الله من أفضال الله أن يمنحه هذه الفرصة ولا يلتفت إليها، فهذا من الحرمان. فأول حاجة نحن نقول لا بد من أن ننشر هذه الثقافة في المجتمع، وأن يحرض الناس بعضهم بعضا على هذه المسألة، وأن ينبه الناس حتى أطفالهم وأسرهم. فمثلا موضوع الذكر الآن يمكن للأسر أن تتواصى بهذا الموضوع، تواصى، ويمكن أن تكون هنالك أحيانا حلق داخل البيوت حتى تحاول أنه والله تحيي مسألة ذكر الله سبحانه وتعالى. ويمكن للأم أن تربي أبنائها على هذه جميل. الأمور وهكذا. فعلى كل نحن كيف نستطيع أن نجعل من هذه الأيام أيام ذكر، تسبيح وتهليل وتكبير، وأيام توصية، وأيام ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأيام أيضا نجعلها ثقافة جامعة، بحيث لا يقال بعد 10-15 سنة والله الشعب الذي لم يكن يدرك هذه المسألة. فلا بد أنه نحن ننبه إن شاء الله إلى هذه المسألة ونجعلها، وهي ساحة تربية.
أيضا هي من الأيام إن شاء الله التي ما دام أنها أيام مباركة فهي ساحة لأن نربي فيها إن شاء الله أبناءنا وبناتنا ونحرص عليها على مستوى الأسر سواء داخل إريتريا أو كان ذلك في الجاليات الإريترية. كلام جميل. شيخ حسن، طبعا باعتبار احنا كشعب إريتري متواجدين في دول يعني كثيرة في الغرب والشرق، في الداخل والخارج، يعني بعض الأسر تبتلى ببعض أولياء الأمور لا يصلون ولا يصومون، ومسلم اسمه عبد القادر واسمه سعيد واسمه زيد، مسلم أصل فيه يعني، يعني وبسبب غفلته تفوتهم مثل هذه الفرص العظيمة. وبعض الناس حقيقة يسألون يعني ويقولون كيف نذكر أبانا، وامرأة تقول كيف أذكر زوجي يكون من هذا الصنف، وآخر يقول كيف أذكر أخي. يعني مرة من المرات أذكر اتصلت بي امرأة تقول لي إن أختها لا تصلي وأنها يعني تسكر وتشرب الخمور والعياذ بالله، وأنها تمشي مع شباب يعني غير صالحين، فكيف أدعوها إلى الله؟ ولو صالحين. ها؟ ولو صالحين قلت لك. لا يتوقع أنها تمشي مع صالحين، ما يمكن. نعم. لكن هو تأكيد على هذا القيد. استغفر الله العظيم. أي حقيقة الأسر لما تدخل تتعمق في بيوتهم تجد هذه الحالات موجودة. يعني والناس بحاجة حقيقة إلى إن سكتوا عوقبوا، وإن تحدثوا ربما أخطأوا، فيحتاجون إلى توجيه عالم في هذا الموضوع. ماذا تقول؟ نسأل الله السلامة. أول هي واحدة طبعا دي واحدة من المشاكل طبعا في قضية الهجرة إلى ديار الكفر. كثير من الناس سبحان الله تجده في بلاد المسلمين أحيانا الناس تحمل بعضها بعضا، وقد يدخل أحيانا بعض الناس إلى المساجد عيبا ولكن يتحولون بعد ذلك إلى أنه والله تستقيم حالتهم. أي والله نعم. لكن في ديار الكفر كما تفضلت الإنسان سبحان الله قد لا يجد المسجد المناسب، وقد لا يجد الجماعة المناسبة، وقد لا يجد أيضا البيئة المناسبة، لكن سبحان الله هؤلاء الآباء والأمهات لو أنهم التفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى سائلهم أولا عن أنفسهم وسائلهم كذلك عن أبنائهم صحيح، ستكون المسؤولية كبيرة جدا. النقطة الثانية، يجب هذا الوالد أو هذا الأب أن يتذكر أنه قدوة، فهل سيرضى بأن والله أولاده أبناءه الذين فلذة كبده يعني يذوبون في ديار الكفر بهذا الشكل، تغيب هويتهم وتختفي شعائرهم ولا يكون هنالك اهتمام؟ هذه لابد أن يضعها أمام عينيه، فلأنه يوم القيامة سيأتي هؤلاء الأبناء يتشبثون به ويتعلقون به، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت مطالب بأنك أول شيء تقي نفسك وتقي أهلك. الأمر الثاني أيضا نذكره قبل قصة الأولاد، هو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أنه والله يكون له علاقة بالله عز وجل وله موقف مع الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. فعلى كل أن نذكر هؤلاء الآباء ونذكر الأمهات إلى وجوب العودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذه الأيام في هذه العودة، استفادة من هذه الأيام وهذه المواسم في هذه العودة. أيضا ننبه الأبناء وننبه كذلك الزوجات أن لا يترك هذا الشخص من التذكير والتنبيه والعظة، ويكون الناس تعمل معه باستمرار ولا يترك. وأن قصة إبراهيم عليه السلام مع والده معروفة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي في سورة مريم. صحيح. فعلى الأبناء بهذه الصورة الهادئة التي تشعر الوالد بأنك أنت حريص عليه، وأن نتجنب فكرة التعالي عليه أو الاستخفاف به مهما كان، يبقى هو إيه؟ يبقى هو أب وله مقامه، لكن لا يترك ولا يقال بأنه أنا كيف لا أنصح إنها أنت وضعك أفضل. فإن رفض وصار ينزعج من هذه الأمور، يعني برأيك يعني هل هناك وسائل أخرى؟ على كل هي إذا في مجال، لأن الأسرة لها من يمكن أن يؤثر على الشخص، فهذا مدخل. على كل يمكن الإنسان أن يستفيد من العائلة، يستفيد منه وينبه إلى عن طريق الأقرباء هذول إن والله أنت قدوة لأبنائك، أنت قدوة لأسرتك كذا. إذا ما تيسر ذلك فهنالك أيضا المراكز الإسلامية، قد يكون فيها شيخ وقد يكون فيها إمام وقد يكون فيها راعي مثلا لمؤسسة دينية، يمكن أيضا الاستفادة من هؤلاء. ده كله نحن الآن قاعد نتعامل معه شيخ برهان كشخص مسلم، لا تنسى. صحيح. وإلا على القول الذي يرى بأن تارك الصلاة بالكلية أنه المالكية ماذا يقولون؟
والمالكية يرون بأن تارك الصلاة مسلم عاصي مرتكب كبيرة، وده رأي الأئمة الثلاثة طبعا كما لا يخفى عليك. لكن التحقيق في المسألة هنالك ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر المحافظ على الصلاة، من حافظ عليها كانت له نور. وذكر المضيع للصلاة، وهنا تحدث الإشكالية عند كثير من الناس، يتصور بأن التارك هو مضيع. لا، التارك هذا شيء آخر. المضيع هو اللي أحيانا يفرط فيها، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يفرط في بعض، قد لا يصليها في المسجد، هذا قد نقول والله مضيع. أما التارك، لفظة التارك كما نبه إليها كثير من أهل العلم هو الترك بالكلية، فلا يصلي جمعة ولا جماعة زي ما يقول، لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا الشعائر مع المسلمين، لاحظت؟ فهذا الذي انقطع عن الله تماما يسمى تارك، وفي القرآن يسمى مجرم. لاحظت؟ في سورة المدثر هكذا وصف. فالذي قطع صلته بالله وقطع صلته بالمجتمع يسمى مجرم. في سورة المدثر اللي هي لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم، هذه الصفات الأربعة صفات المجرمين. والمجرم سبحان الله أعلى درجات القطيعة مع الله. يعني في القرآن إذا شفت كلمة مجرم ما بتطلق على أشياء عادية، تطلق في أشياء سبحان الله. العبادة الوحيدة التي لا تسقط في كل الأحوال، في كل الأحوال. يعني تصور أنت المجاهدين وهم يقاتلون ما سقطت عنهم، يؤدونها بطريقة تسمى صلاة إيه؟ تصور أنت هم يقاتلون ويجالدون ومع ذلك لا، صلوا حتى لو أدت، صلي بالكيفية حتى لو كانت المعركة شغالة 24 ساعة 24 ساعة تصلي. نعم، ما تترك هي الصلاة. صليها بالكيفية المعروفة جماعة، أو ستصليها في النهاية إيه؟ حتى ولو كنت وحدك بالإيماء وأنت تقاتل وأنت تضرب تدخل في الصلاة. فهذا الشكل العظيم، إن الله تبارك لا يريدك أن تنقطع عنه، الله لا يريدك أن تنقطع الله. فهذا اللي بمحض إرادته يرى لا، الله ما يريد يتواصل معنا. أعوذ بالله. هذه إشكالية كبيرة جدا. فنحن حقيقة نذكر هؤلاء أن القطيعة مع الله أعظم تمظهرها ترك الصلاة. أول ما ينام ما سلككم في سقر، مش كده؟ قال إيش الآية اللي قبلها عن المجرمين، مش كده؟ عن إيه؟ آية قال إنا لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر. يتساءلون عن المجرمين. أي نعم. مش كده؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. صحيح. هذه الأربعة سبحان الله. هو من المجرمين. من المجرم. نسأل الله العافية والسلام. وكلمة جرم هي قطع. الآن ليش نسمي الذي يخرج عن المجتمع هذا مجرم ويودوه مثلا الإصلاحية ويودوه السجن؟ ليش؟ لأنه أوجد قطيعة مع المجتمع، فما بالك من يوجد قطيعة مع الله. الجرم هو القطيعة مع الله تبارك وتعالى. فعلى كل هؤلاء لا بد أن يذكروا ولا بد أن ينبهوا بأن هذه مسائل خطيرة. بعض الناس يتساهل في تزويج ابنته لمن لا يصلي، وبعض الناس أيضا يتزوج من لا تصلي. وفي الآية الكريمة ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. تعليقكم. وعلى كل سبحان الله قد نتسامح بعض الشيء في إنه والله التي هي حالها في زواج تتفك ولا ما تتفك دي نتفاهم حولها يعني تطلق ما تطلق. لكن هذه شيخ برهان الذي لا يصلي، هذه يعني يفترض هذه أن تكون صورة واضحة، صورة واضحة. ما يصلي نهائيا، ويعرفون الأهل أنه لا يصلي، ما يقرب الصلاة هؤلاء ومع ذلك يأتي يقول لك لا إن شاء الله يصلي وإن شاء الله تكون لا. الزوجة دي معينة له، إحنا يعني لا تتشددوا بالدين ومن هذا الكلام. لا بالعكس، هذا ليس تشدد. ما قلنا له والله يقوم الليل فهمت هذا؟ ولا قلنا له والله عليك بالنوافل ال12 وما شددنا فيها. لكن الصلوات الخمس هذا الحد الأدنى الذي تثبت به عملية الإسلام. فإذا أنت تريد أنك والله تزوج بنتك لمسلم أقل شيء عنده 5 صلوات. ممكن نعمل شيء يعني مثل هذا، نقول له والله يا شيخنا الشرط الأساس عندنا أنك تصلي، وأنك لن نعقد على البنت إلا أن تلتزم بالصلاة بس، ويكون ذلك شرط واضح في الموضوع. أما أن نتساهل، يعني بالله يا شيخ برهان هل في شخص يعطي بنته بلا مهر؟
لا ما يمكن. هل يمكن شخص المهر يعطي؟ ربما عند كثير من الناس أهم من الصلاة. أحسنت. مع إني أنا حضرت بصراحة عقد قران لابنة الشيخ الزنداني. نعم. زوجها أحد العلماء، فقالت له مهري مصحف. يا سلام. وناديت الدكتور عبد الله الزنداني قلت له عبد الله تلعبون علينا يعني في قدام الناس تعطوها، ومن وراء قال لا والله أبدا. فإذا الزوج يضع مبلغ مالي في داخل المصحف. أنا رأيت هذا سبحان الله. نعم. وأرسله إليها. نعم. أخذت المصحف وأعادت الظرف. أتى به عبد الله وقال له على ما اتفقنا على هذا المصحف قبلناه وهذا مبلغك. يعني أنت ما تسمع حقيقة مثل هذه الأمور. فالشاهد هنا ليش السؤال؟ يعني من يتساهل؟ هل في شخص الآن يتساهل؟ يعني شخص مثلا لا عمل له ومعروف أنه كسول ومعروف أنه شخص صايع زي يديه بيته ما يعتق، مش كده؟ ما يدي أبدا. هي قضاياه الدنيوية أول حاجة حيقول لك والله شغال ولا ما شغال، مش كده؟ راتبك ولا عندك بيت ولا ما عندك بيت، حتسكن لحالك، مش كده؟ يا أخي بنفس الطريقة أسأل عن دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا جاءكم من ترضون دينه وقال فاصفر بذات الدين. نعم. فلا بد الاهتمام إلى هذا الجانب أكثر من الجانب الآخر، لأن موضوع سبحان الله الدنيا مكفور. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. موضوع الرزق هذا مكفول. نحن نرزق بس إذا تلتزم لنا إيه؟ الله تلتزم لنا وتعهد لنا بهذا. الله. فكيف الناس سبحان الله تنتكس وتتراجع إلى هذا المستوى من العلاقات في دينها وتتساهل وتسلم بنت مسكين، وقد تكون بنت تصلي. صحيح. البنت قد تكون تصلي. فعلى كل هذا لا بد من الالتفات انه ينبه الناس عليه بانه هذه من الاشياء التي لا يتساهل فيها. لا بد من الناس تهتم بموضوع ان الشخص ادنى حاجه يا شيخنا اركان الاسلام الصوم والصلاه ما فيها مجامله. الزكاه والحج لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هاتين الشعيرتين لان علاقتك المباشره مع الله تثبت من خلالها انك تصلي وانك ايه؟ تصوم. نرى بعض إخواننا الأتراك لا يصومون شيخ حسن ولا يصلون. هل في المذهب الحنفي من يقول أن صيام رمضان سنة مؤكدة إذا أراد أن يصوم فليصوم هذا طبعا من زحف العلمانية يعني. وإلا الأحناف يا شيخنا في موضوع كثير من الأحكام التفصيلية يكفرون فيها. صح ممكن يقول لك والله كذا، لكن في أشياء يا شيخنا صغائر الأحناف يكفرون فيها. ما متساهلين ابدا، ما متساهلين. يعني الان مثلا الاضحيه عندهم واجب. عندهم واجب. الاحناف عندهم واجب. الله انا معاهم. هي هكذا في المساله دي. هم يا شيخنا ليس كما نتصور. الاحناف في كثير لكن ما الذي حصل هنا؟ حصل تجريف 100 سنه وهم يجرفون. العلمانيه دخلت عليهم في ثقافتهم، دخلت عليهم في علمهم، دخلت عليهم في علاقاتهم، نزعت الحجاب من نسائهم، كل شيء نزعت نزعا. نعم الله المستعان. فهذا الذي حصل الآن، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نشاهد عودة كبيرة جدا للأتراك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وإلى الالتزام فهذا من فضل الله. لكن نحن على كل فنأمل كذلك مجتمعنا الأريتري الحمد لله حتى الآن محافظ في هذه الأمور، إلا الذين انتكست فطرهم من خلال الدخول في الأحزاب الشيوعية والأحزاب العلمانية أو دخل الثورة في سياقات معينة. لكن عامة الناس سبحان الله تجدهم موضوع الصلاة والصيام هذا ليس فيه مجاملة. وأيضا منكر اللي ما يصلي يقول لك هذا لا يصلي. أحسنت. يعني إذا جاء يخطب يسأل عن دينه، هل يخدم 5 أوقاته؟ هكذا يقولون. فإذا كان لا يصلي يقال لا هذا لا يصلي. فإما يزوجونه. حكى لي شخص حادثتين عجيبتين في إريتريا. يعني شخص واحد من الخواجات قال لهم والله يا أخي أنتم للمسؤولين المسلمين، قال أنتم يا أخي المسلمين ما ممثلين. فواحد من المسلمين رحمه الله على كل توفى رحمه الله علي سيد، قال كيف تقول نحن ما ممثلين؟ نحن موجودين في السلطة. فقال له يا أخي هل تشاركون المسلمين في كل شعائرهم؟ تصور هذا خواجة بيعتبر إنه والله أنت عشان تكون منتسب لهذه الفئة تشاركها في صيامها، تشاركها في صلاتها، تشاركها في وفاتها، تشاركها في زيجاتها، مناسباتها المعروفة أنك أنت أبدا. فإذا ما شاركت كيف تقول أنا والله أمثل هؤلاء؟ ما تمثل هؤلاء. ولا يعتمرون يا شيخ حسن ولا يحجون. نعم. يأتون كسياسيين إلى بلاد الحرمين ولا يلتفتون إلى المسجد الحرام أبدا.
ويقول لك هؤلاء بل قادة. بعضهم يا شيخنا، بعض الساسة للأسف الشديد، بعض الساسة للأسف الشديد متاح طبعا لكل الدول الإسلامية في أيام معينة، أظن أيام العشر هذه، في اللحظة اللي بيحصل فيها تغيير لكسوة الكعبة، كل الدول تمثل إذا عندها شخص يمثل إلا إريتريا. الله، حتى لو كان السفير في البلد نفسه مسلم. يا أخي مش معقول عندك أنت 50% 60% 70%، المهم عندك كتلة مسلمة 50% على كلام الدولة، بس خليه ال50 أديه حقه. أديها حقها. يعني أقل شيء أشعر إن والله أنت في داخل سفارتك هنالك مجموعة من المسلمين. ما المشكلة؟ أيوة، ما المشكلة أن سعادة السفير يذهب ويمثل إريتريا في كسوة الكعبة، أنها تحضر. فهذه كلها من القضايا للأسف الشديد التي تتجاهلها الدولة ولا تلتفت إليه، وهي لها رمزيتها، لها رمزيتها. كما أنك أنت الآن ما شاء الله قاعد تظهر في كثير من الشعائر الكنسية. يا خلي المسلمين يظهروا. وأنا في رأيي حتى لا نحمل غير المسلمين هذه المسألة يا شيخ، أنا شخصيا أحمل أبناء المسلمين داخل النظام مسؤولية التعبير عن هويتهم. مضطهدين يا شيخ حسن. لا يا شيخنا، هم تنازلوا والله. لو أنك أصريت يا شيخ برهان إنه والله مثلما أنك والله تمثل النصارى، يلاحق قد يصفى يا شيخ حسن. عارف يخليهم يموت في سبيل الله. ذاك ممكن في سبيل الله. شيخ برهان هنا في تركيا أما تذكر يا شيخ برهان حتى يموتوا يحتاجون إلى إيمان أبي بكر. هنا ألا تذكر بأن عدنان مندريس كان من القضايا اللي قتل فيها نعم استعادة الأذان باللغة العربية، وضعها في برنامجه السياسي. سبحان الله. لاحظت؟ قتل من أجلها، وجعل الله عز وجل في هذا القتل الخير والبركة، في كلام. حتى هيأ الله من يعيد الأذان. يا شيخ برهان ما ضاع حق وراءه مطالب. الله برهان وقفت هذه كلمة كبيرة. والله يا شيخ وقفت على شيء، قصة غريبة. أيه. هل تعلم كيف استعادت الأمة التركية آيا صوفيا؟ سنة 1966 أحد المسلمين، شخص واحد، شكل جمعية لاستعادة آيا صوفيا أن تكون مسجدا. 66 سنة اللي اتولدت فيها. الله. أسس جمعية. أول دعوة قدمها للحكومة التركية 2005، وظل يا شيخ برهان يكافح شخصيا لإعادة آيا صوفيا أن تكون مسجدا. 2016 من كنيسة إلى مسجد، ومن 2005 يرفض طلبه، لا ينظر فيه. 2016 قبلته المحكمة الابتدائية ورفضته المحكمة العليا. رفض، واصل يا شيخ. الله. والله شيخنا الله. قلت سبحان الله، معقول رجل ينجز مهمته بعد 54 سنة. الله، شوف الصبر. جعل هدفه كده، هدفه انه هذا المسجد يفتح. اكيد انه دفع له اموالا وجهدا وعلاقات واتصالات. هو اول شيء اوجد مؤسسة. الله. انا اقول يا اخواننا اذا كان هذا احنا اذا عملنا زياره او زيارتين من قدنا خلاص. انا فهذا اتيت بها ونستدل بايات لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ما ده اللي نقدر عليه. لا. 54 سنه 54 سنه ليستعيد الرجل مسجد آيا صوفيا من متحف يحوله الى مسجد. وها هي اليوم الامه التركيه تستعيد مسجدها، ويعود ما شاء الله هذا المسجد الى ان يكون مسجد يعبد الله فيه. فالشاهد هنا من وضع هدفا ورأى أنه عنده حق، هذا الحق يبدأ يوما ما أن تصل. صح، قد يعتقل فيه البعض، قد يموت فيه البعض، ونحن نتكلم هنا عن حقوق مجتمع وليس عن حقوق شخصية. صحيح. لاحظت؟ هنالك حقوق لمجتمع مسلم ياخذ تعبير عن هوية هذه الأمة المسلمة في إريتريا، يجب أن يكون هنالك من يدافع عنها من داخل النظام ومن خارج النظام. صحيح. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ حسن على هذا العرض الجميل. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، استمتعنا بهذا العرض. نذكركم مرة أخرى بالعشر من ذي الحجة، اجتهدوا فإنها فرصة قد لا تتكرر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان رغم أنف امرئ من أدرك رمضان فلم يغفر له، فلا ندري ماذا سنقول في العشر من ذي الحجة من أدركها وهي عشر كما قال تعالى أياما معدودات، يعني ماذا سنقول فيها؟ لذلك أيها الأخ الذي تشرب الخمر، أيتها الأخت الغير محجبة، أيها الأخ الذي لا يصلي، صلي على الأقل في هذه العشر من ذي الحجة، لا يفوتك هذا الخير. ارحم نفسك، فإنك إذا مت فإنك ستفاجأ بعذاب شديد وبملائكة غلاظ شداد. انتبه، إني لك من الناصحين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حتى ألقاكم
في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب.